حابين ان احنا ايه نتكلم شويه ارت بقى. احنا اخدنا شويه تكنيك وشويه تولز وما اعرفش ايه وكده، واحنا بنحرك غير التولز، غير الحته العمليه التكنيكال في الموضوع. عندنا حته ارتستيك. الحته الارتستيك دي بتفرق انيميتر من التاني السما من الارض، قد ايه هو فاهم البرنسبلز دي وقد ايه هو عايز يطبقها. عندنا حاجه اسمها 12 animation principles. تمام. ال 12 animation principles دول تلاقيهم موجودين عندكم، الشرح بتاعهم بالتفصيل، بس احنا هنتكلم عليهم من وجهة نظر موشن جرافيك وهنشرحهم احنا ازاي هنطبقهم معانا. هنتكلم عن الستيجنج، حاجة اسمها ستيجنج. يعني ايه ستيجنج؟ احنا شفنا ان احنا كان عندنا كومبوزيشن، صح؟ الكومبوزيشن ده انا بعتبره ان هو زي خشبة مسرح بالنسبة لي. فانا مثلا لو عندي خشبة المسرح دي كده، تمام، ده خشب المنظر ده كده، تمام، ودي مثلا الارض، ودي كده ايه الباك جراوند. فانا عندي الممثلين بتوعي هم الاوبجكتس اللي احنا بنحركها، الدايره اللي احنا اشتغلنا عليها، اي حاجه هنحركها بعد كده. انت وانت شغال او القرار انا اللي بنفذه، فانا باخد فيه ديسيجن ميكنج بشكل كبير جدا. فلو انا عندي مثلا ليتس سي الممثل ده لو هو هيدخل بيجري ولا داخل بالراحه، لازم اديله كاركتر. لازم لما يكون انا جاي احرك حاجه ما يبقاش كل حاجه بتحصل في نفس الوقت. يعني ما ينفعش مثلا لو المخرج عايز يوصل ان في دوشه وان في مشاكل وان الدنيا قلق، ده كويس، ده تمام، لكن لو ده مش مقصود فلا. المفروض ان انا في الستيجنج الكويس بسمح للفيور بتاعي ان هو يفهم الرساله ورا كل حاجه. يعني بيدخل ممثل مثلا او اوبجكت في الحاله بتاعتنا، تمام، بيدخل بيقول حاجة او بيعمل انيميشن بيوصل لي معلومة، بعد كده بيدخل الممثل التاني، بعد كده الممثل التالت، وهكذا. فبيبقى عندي زي تتابع للحاجات اللي بتحصل. مش شرط ده يحصل بعد كده ده يحصل، مش شرط بالرتابة دي، بس على الاقل ما يكونوش بيقطعوا على بعض. يعني في مثلا في الديالوج لما ممثلين بيتكلموا، في ممثلين تحس ان هما الاثنين بيتكلموا بشكل طبيعي جدا، وحاسس ان هو ده بيتكلم فده بيرد عليه، وفي هتحس ان هو ساعات ان هو ده بيقول جملته فالتاني يستنى شويه فيبدا يرد عليه فكده يقول جملته، فتحس ان في حاجه غلط. ده نفس الحكايه، هي ما بتبقاش كده ولا الاثنين بيتكلموا ببق بعض، ده بيتكلم وده بيتكلم فانت مش فاهم حاجه. فالبرنسبلز المهمه جدا اللي لازم نتكلم عليها الاركس. لو انا عايز ارفع ايدي، تمام، لو انا ايدي اهي دلوقتي وعايز ان انا احرك ايدي من هنا وارفعها كده، تمام، الطبيعي ان انا لو هحرك ايدي، لو انا جيت وعملت ارك على حركه ايدي، هلاقي ان انا لو انا ايدي دي مثلا كانت هنا، تمام، وعايزه تطلع تبقى هنا ما بين ده وده، ده مش ستريت لاين، ما ينفعش يبقى ستريت لاين باي شكل من الاشكال. مفيش حاجه بتتحرك في حياتنا ستريت لاين. لو انا حركت ستريت لاين دلوقتي هتلاقي حركه غريبه جدا، هتلاقي ان انا بعمل كده. الحركه الستريت دي ده كده حركه روبوتك ميكانيكال، دي مش حركه جسم الانسان. احنا جسمنا فيه مفصلات، المفصلات دي بتشتغل باركس. يعني انا من هنا لهنا ايدي بتتحرك في ارك، فانا من هنا لهنا ده لازم يتحرك في ارك، بيتحرك اللي هو من النقطه دي للنقطه دي، هو بيروتيت، فهو ماشي في كيرف كده. فاي حاجه بنتحرك فيها لو هي فيها كاركتر، حتى الاوبجكتس اللي مش فيها كاركتر يفضل ان احنا نكون الحركه فيها سنه ارك شويه، لان في الطبيعي الحاجات اللي بتتحرك في ستريت لاين هو مش ستريت لاين قوي، الا طبعا لو حاجه بتقع. لو مثلا لو انا لو انا هحرك ده، الكره دي هتتحرك من حته لحته، فلو فيها سنه كيرف بيبقى شكل الانيميشن احلى بكتير. حاجه تانية هنتكلم عليها حته الايزنج. لو هطلعها من فوق لتحت
ايه اللي بيحصل؟ انا في جاذبيه، فانا ايدي عشان تتحرك عكس الجاذبيه محتاجه تاخد مجهود. عشان تاخد المجهود ده محتاج ان انا ابدا ان انا افورس ايدي عكس الجاذبيه ويحصل تسارع لحد ما اوصل للسرعه اللي انا عايزها في الحركه. وبعد كده لو انا عايز اوقف مش هقف مره واحده، مفيش حاجه بتقف مره واحده. لو انا في عربيه مثلا الحركه مش تقف، العربيه مش دوست فرامل فوقفت، لا بيحصل تباطؤ، اللي هي بيحصل اللي هي دوست فرامل تبدا انها تبطأ 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 لحد لما توصل للسرعه صفر. فانا لو عندي ايزنج بيحصل زي في الانيميشن. لو انا عندي مثال الكوره، انا عندي الكوره دي هتتحرك من هنا لهنا، اللي احنا شوفناه كنا في الافتر قبل كده ان هو بيبدا ان هو يوزع الفريمز بتاعته بالشكل كده، بس هو كده بشكل متساوي، يعني المسافه دي بالمسافه دي قد المسافه دي قد المسافه دي قد المسافه دي. الصح لو هي هتتحرك صح المفروض انها تبقى هنا كده 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 كده، المنظر ده كده اسمه ايزنج، بمعنى انها كانت هنا بعد كده بقت هنا، بعد كده سرعتها بطيئه بتبطأ بس بتسرع بتسرع بتسرع. تمام. يعني ايه anticipation؟ انا لو جيت اقوم دلوقتي، لو انا عايز ان انا وانا قاعد دلوقتي مره واحده اقوم، مفيش حد بيقوم نفس الحكايه، في جاذبيه شاده جسمي، فانا عشان اقوم ايه اللي بيحصل الاول؟ بيحصل ان انا بعمل حاجه عكس الحركه اللي انا هعملها. لو انا عايز اطلع فوق بيحصل ان انا بنزل بجسمي تحت شويه عشان اقوم. فانا لو عايز الحركه تبقى طبيعيه، لو انا هتحرك، لو احنا قلنا ان الكوره شويه الاول، خلينا بس ايه، هتنزل تحت شويه الاول اوكي علشان تعرف انها ايه تطلع فوق بالسرعه المطلوبه. شايفين انا رسمت الكوره ازاي؟ وانا لما جيت ارسمها وهي تحت بتنزل تحت كده شكلها مبطط شويه، دي القاعده اللي جايه سكواش اند ستريتش. يعني ايه سكواش اند ستريتش؟ ان انا لو انا عندي كوره او اي جسم مش سوليد وهيتحرك، فهو الحجم بتاعه او الفيزيكس الفورم بتاعه بيتغير مع علاقته بالمكان اللي حواليه. فانا لو عندي الكوره دي، ان انا لو جيت عندي كوره وهخبطها على الحيط، راحت مبعجره كده واللي خبطت حصل لها ايه؟ سكواش اند ستريتش. سكواش يعني اتضغطت، يعني بقت مضغوطه نزلت تحت كده، وستريتش يعني هي الفورم بتاعها هي اتضغطت من حته فهي ليها مساحه، فالمساحه دي هتروح فين؟ هتروح في الاماكن اللي تقدر تروح فيها. فهي لو اتضغطت هنا فهي بتزيد من هنا. اي حاجه بتتحرك فهي بتتحرك في حته السكواش اند ستريتش ده. لو في تكست هتلاقوا مثلا، لو مثلا تكست مثلا حرف مثلا الاو مثلا، تمام، والاو ده انا مثلا عايزه ان هو يكبر من هنا مثلا يوصل مثلا لهنا، مش بوزيشن قصدي سكيل، لان هو هيبقى كده وفي نفس مكانه، يعني هيبقى ايه كبير بالمنظر ده. فايه اللي بيحصل الاول؟ اللي بيحصل ان هو هيصغر شويه وينكمش، اللي هو هيحصل له سكواشنج، اللي هو هينزل تحت كده وهيعرض شويه من الجناب، وبعد كده ايه يحصل؟ ايه ان هو يكبر، يرجع تاني يكبر تاني، يبقى حرف او بالشكل ده. تمام. فدي قاعده سكواش اند ستريتش. احنا دلوقتي بنقولهم ورا بعض، واحنا لما نيجي ننفذهم ونطبقهم الدنيا هتبقى مفهومه بشكل عملي اكتر. يعني بعد كده عندنا حاجه اسمها اوفر شوتنج. نرجع تاني للمثال بتاع ايدي. لو انا ايدي هتطلع، ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ انها بتطلع وما بتقفش مره واحده، بيحصل اوفر شوتنج، انها بتطلع كده بتعدي المكان اللي المفروض تقف فيه وبعد كده ترجع تاني. يعني بيحصل ان هي تعمل كده، ده اللي بيحصل ورايح. الرولز دي احنا بنطبقها في كل شغلنا بشكل اوتوماتيك.